السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد طاهر. هل حسيت قبل كده إن دماغك بيربط أي حاجة بتحصل حواليك بالوسواس؟ كلمة، موقف، مكان، فجأة كده تلاقي نفسك عايش في شبكة كبيرة من الأفكار الوسواسية اللي مش بتعرف تخلص منها. في الحلقة ديت هنتكلم عن السبب العلمي ورا ده، وازاي انت تقدر تفك شبكة الربط الوسواسي دي في دماغك بطريقة عملية وعلمية، وترجع تتحكم في حياتك خطوة بخطوة. الجزء الأول في حلقتنا وهو فهم طريقة عمل دماغك، علشان نقدر كده نفكك واحدة واحدة ايه هو اللي بيحصل في دماغنا علشان نقدر نفهم كويس. تعالوا نبدأ ونقول ان الدماغ عبارة عن آلة ربط، يعني شغلته ان هو يربط كل حاجة بكل حاجة. لو حصل موقف مؤلم مثلا، فتلاقي الدماغ بيخزن مشاعر الخوف ومشاعر القلق مع كل تفاصيله في الدماغ. فمثلا لو انت مرة حسيت بخوف شديد في مكان معين، اهو مثلا حسيت بخوف شديد في مكان انت رحته، هتلاقي ان دماغك ممكن كل مرة تعدي من نفس المكان ده يولد نفس الشعور. نفس الموضوع دوت ممكن يحصل مع أشخاص معينة. لو أنت بتشعر بالتهديد من شخص معين، أو في حد عامل عليك ضغط نفسي، كل مرة هتشوف الشخص دوت هتلاقي دماغك بيولد نفس الشعور. الوسواس هنا بيستغل نظام الربط ده، فهتلاقي إيه اللي بيحصل. الوسواس هيبدأ يبرمج دماغك يربط أي موقف بالخطر ده، حتى لو الموقف عادي جدا. الدماغ ساعتها بيقول احذر، كأنه بيديلك انذارات كده، او يقولك ممكن يحصل شيء معين، او تلاقي كلمة خطر. اهم شيء هو هيخوفك في اللحظات دي. طيب ليه ده بقى بيحصل؟ لان الوسواس بيكبر دايرة الخوف. تعالوا بقى نفهم دي. الوسواس بيعمل ايه؟ بيكبر دايرة الخوف. علشان كده كل مرة هتتوتر فيها من فكرة وسواسية، دماغك بيحفظ الرابط دوت اللي هو الفكرة بتساوي خطر. هو خلاص بيربط ما بين الفكرة وما بين الخطر، وده بيخلي الروابط تزيد أكتر فيما بعد. الجزء التاني من حلقتنا وهو شبكة الوسواس في دماغك. شبكة زي خيوط العنكبوت كده بالظبط، يعني احنا نتخيل دوت مجازي عشان نقدر نفسر المعنى. عاوزكم تتخيلوا مثلا ان كل فكرة او موقف وسواسي خيط في شبكة كبيرة. كل ما تتوتر من حاجة بسيطة، الخيط ده بيتربط بخيط تاني لحد ما تلاقي نفسك محاصر في شبكة. الحل هنا مش انك تقطع الشبكة دي كلها مرة واحدة، لان ده طبعا مستحيل. الحل انك تفك بقى خيط بخيط. تعالوا ندخل بقى على الجزء الثالث وهو خطة فك شبكة الوسواس، وده مكون عندنا من 5 خطوات عملية. الخطوة رقم 1 معانا وهي تحديد نقطة البداية. يعني هتسأل نفسك يا ترى ايه اكتر فكرة او موقف بيوجعك وبيشعل الوسواس عندك. احنا هنبدأ بالخيط ده مبدئيا، هندور على اكتر فكرة. فمثلا هنقوله واحد بيخاف يخرج من البيت، عنده رهاب بره. وليكن واحد بيخاف يلمس مقبض الباب، خايف من التلوث. فكده انت بتطلع اكتر شيء مخوفك وبتبدأ تشتغل عليه. خلاص، يبقى اول خطوة معانا هنطلع اكتر موقف بيأثر فينا. الخطوة بقى التانية بعديها نعمل حاجة اسمها كتابة الروابط الوسواسية. يعني هنجيب ورقة او الموبايل بتاعنا ونكتب الموقف اللي هو بيشعل الوسواس عندنا، زي مثلا لمس مقابض الابواب. ده الموقف. خلاص كده احنا بندي مثال اهو. طيب يا ترى ايه الفكرة بقى اللي بتظهر بعد الموقف دوت؟ الفكرة ممكن تقولي ان انا ممكن اتعرض للتلوث لو انا مسكت المقبض. يبقى خلاص بنكتب الموقف اللي انا خايف منه، اللي هو مثلا خايف المس مقابض الباب. طب الفكرة اللي جت ممكن اتعرض للتلوث. طيب بعديها نكتب الاحساس. ايه الاحساس اللي انت شعرت بيه بعد ما جات لك الفكرة؟ خوف، قلق، ضيق. نكتبه، لان ده بيساعد دماغك يشوف الروابط بدل ما يعيش جواها. اتفقنا؟
نخش على الخطوة اللي بعد منها، وهي الخطوة رقم 3، وهي تفكيك الرابط بالعقل. يعني هتسأل نفسك أسئلة علمية. يا ترى هل في دليل حقيقي على الخطر اللي هو في عقلي دوت؟ ده أول سؤال. السؤال التاني، هل ده حصل قبل كده فعلا؟ ونشوف الإجابة. تالت سؤال تسأل نفسك أو تسألي نفسك، إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل يعني؟ ولو حصل، هل هقدر أتعامل معاه؟ كل دي أسئلة لازم تسألها لنفسك في اللحظات ديت، علشان دي أسئلة بتفك عقدة الخوف اللي هي في دماغك. بعد ما تخلص الخطوة ديت، ننتقل مع بعض للخطوة رقم 4، وهي المواجهة التدريجية. يعني هنجرب مواجهة الخوف خطوة صغيرة. بمعنى، لو أنا خايف ألمس المخبض، هبدأ ألمس مخبض الباب دوت، وبعدها أنظف إيدي مرة واحدة بس، لأن في ناس بتبالغ في الغسيل والنظافة. يبقى اهو بنبدأ عملية المواجهة خطوة بخطوة. أنا خايف ألمس مخبض الباب لا يجيني تلوث، همسكه وهغسل إيدي مرة واحدة بس. خلاص كده؟ طيب بعد شوية أيام، 3-4 أيام ولا حاجة، نلمس المخبض وما ننضفش فورا، يعني نأخر عملية النظافة شوية، لأن احنا في الخطوة الأولى مسكنا المخبض وغسلناه فورا مرة واحدة. لكن بعديها بقى ب3-4-5 أيام نلمس نفس المخبض وما ننضفش على طول في لحظتها، يعني نصبر مثلا ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده نغسل برضو ايدينا مرة واحدة. الهدف ايه هنا؟ ان دماغك يتعلم ان الخطر اللي خايف منه مش بيحصل. خلاص، عايزين نعود دماغنا ان مش كل حاجة بنخاف منها هتحصل. بعديها ندخل على الخطوة رقم 5، وهو ربط جديد صحي. معناها ايه الكلمة دي؟ يعني بعد كل مواجهة ناجحة كافئ نفسك، تقول أنا قدرت أتحكم، وتسجل لي النجاح دوت في سكتش عندك أو في ورقة، بحيث إن احنا عاوزين نطلع عليه. كده احنا بنبني شبكة جديدة صحية، اللي هي بدل ما كان الموقف بيساوي خطر أو خوف، كده الموقف هو لكن بيساوي أنا قادر. ننتقل للجزء الرابع من حلقتنا، وهو الفكرة الذهبية. بمعنى إيه؟ عاوز أعرفكم إن الوسواس شبكة روابط، لازم نفهم الموضوع ده. وكل مرة بنواجه خوف بسيط ونفكه، الشبكة ديت بتضعف. ولازم نكونوا فاهمين إن كل خطوة صغيرة هي عبارة عن ثقب جديد في شبكة الوسواس. في النهاية عاوز أقول إن الوسواس بيشتغل لأنه بيستغل نظام طبيعي في دماغك، وهو نظام الربط اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الحلقة. لكن الشيء المفرح والشيء الإيجابي إن نفس النظام دوت إحنا ممكن نستخدمه لصالحنا. فبدل ما كل موقف يربطك بالخوف، تبدأ تفك الخيوط دي واحدة واحدة وتربطه بالأمان. وبرضه لازم نكون فاهمين إن مش لازم نحارب كل الأفكار في يوم واحد. ممكن كل فترة نمسك فكرة واحدة ونحاربها بالراحة لحد ما تتفكك، وبعد كده نشوف الفكرة اللي بعدها. مع الوقت ومع التكرار هنلاقي ان الشبكة دي بتضعف تدريجيا، اللي هي شبكة الوسواس اللي اتكونت في عقلنا، وهتلاقي نفسك بترجع تتحكم في حياتك زي الأول. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى يا رب تكون مفيدة، وأتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معاكم محمد طاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.